بنت خالي زورت العرس غا باش تجمع الفلوس ولي كادو. السلام عليكم، انا سلوى، واليوم الحلقه 16 من السيري اللي بدينا فين كنقراو مشاكل الناس وكنعطيهم نصائح اللي هما طلبوها منا. ما نطولش عليكم ونبداو نشوف الحلقه. بنت خالي زورت العرس غا باش تجمع الفلوس ولي كادو. القصه بدات فاش بنت خالي قالت لينا كاملين بلي تلاقات بواحد الراجل غزال، ومن بعد 6 شهور عنات بالله غادي يتزوجوا. العائله وقفوا معاها، وقفت بصح حيت ماما وخوالاتي تكلفوا باش يوجدوا الماكله كامله، والعرس داروه في الفيرما ديال خالي حيت عنده الارض كبيره، وجدوا الكراس على برا ونصبوا الخيام فين غياكلوا الناس. عائلتنا من جهه ماما كبيره بزاف، مشتين في المغرب كامل وحتى على برا. المهم اكثر من 100 واحد وافقوا باش يسافروا من بعيد، كراو الطوموبيلات الاوتيلات غير باش يحضروا لهذا العرس. النهار اللي فيه العرس العروسه كانت كدير شي حركات غريبه، ما بغاتش تلبس وتوجد راسها، كتلبس الكسوه وتعاود تحيدها وتلبس حوايج عاديين. حنا صحاب لينا غير الخوف من العرس، وماما وخوالاتي مساكن كيتحرقوا في الكوزينه مع السخونيه وكيوجدوا الماكله داك القوم كامل. موراها لاحظنا بلي العروسه كتقي الغاديه جايه للطوموبيل ديالها، ولكن كلشي كان مشغول بالتحضيرات وما ديناهاش فيها بزاف. ولكن الصدمه الكبيره العريس ما كاينش. بقاو كيقولوا ليها صوني ليه، يمكن وقعت له شي حاجه في الطريق، يمكن بقات كتمثل بلي كتعيط ليه وبلي التليفون كيدوز نيشان الباط فوكال. الضياف بداو كيوصلوا كلشي واجد والعريس غابر. سولناها شنو واقع، اش دروينا، قالت لنا بلي كان عنده اجتماع في مدينه اخرى وكان خاص يرجع البارح بالليل ولكن ما جاش، وبدات كتمثل وكتباكى بالله راه هرب وخلاها. تما عقنا باللي كاين شي حاجه وباللي راها كتكذب. هي خرجت برا واحد شويه وخالتي هزت التليفون ديالها وجات تسجل المكالمات، ما عيطات لحتى شي نمره. بدنا كنغوتو كاملين وكنقولوا شنو واقع. خالتي عيطات للعريس من تليفونها وهو يجاوب. سولاتو فينك، قال لها راني في خدمه في مدينه اخرى. قالت لي كيفاش انت خدام في نهار العرس ديالك؟ الصدمه هي انه السيد ما فراسوش بالله راه كاين عرس وباللي هو العريس. تصدم مسكين وما تيقش باللي بنت خالي دارت هادشي كامل. قال لنا بالله راه عمرو ما خطبها اصلا، كانوا غير كيهضروا، وكان ديجا قايل ليها باللي غيكون مسافر هذا الويكاند وهي عارفه هذا الشيء. خرجنا كاملين برا باش نواجهوها ولكن لقيناها غبرات. دوك المشيات اللي كانت كدير الطوموبيل خالي قال لينا من بعد باللي كانت كتهز الهدايا والظروف ديال الفلوس اللي كيحطوا الناس فوق الطبله وتخبيهم في المالا اولا الكوفر ديال الطوموبيل. خالي قال بلي فاش كانت خارجه حاولت تهز اكثر ولكن هو حبسها، قال لها بلي حشومه تهزيهم دابا، وما كانش عارف بلي هادشي كامل كان غير تمثيليه باش تسرق عباد الله. من بعد هادشي الناس بقاو غير كيهضروا على الفلوس اللي خسروا. ماما خسرات اكثر من 7000 درهم غير في التقضيه والعرس، 3000 درهم بين الكرا ديال الطوموبيل وزيد لوطيل. وللاسف هادشي ماشي اسوأ حاجه دارتها لينا. لفي ديال قلتي هذه ماشي اسوء حاجه درتها لكم، يعني رجعات. شنو بغيت نعرف شنو كان العذر ديالها فاش رجعت، شنو قالت لكم؟ تزوجت ولكن تزوجت راسي. اول مره كنشوف شي واحد اللي كينصب على عائلته كنعرفوا بالله نصب على الاقل كينصب على شي واحد اللي ما غاديش يعاود يشوفه مره اخرى، شي واحد اللي ما كيعرفوش. ولكن العائله كنت ترجع موراها تهضر معكم عادي بحال ما وقع والو. دابا سرقات اكثر من حاجه، سرقات الفلوس ديال لي كادو اللي تعطاو لها، وسرقات الهدايا، وسرقات الناس اللي خسروا الفلوس باش يحضروا لداك العرس. نهار غادي توصل بصح، نهار غادي تزوج بصح، شنو البلان ديالها؟ شكون هذا اللي غادي يثيق بالله هاد المره لها العرس نتاع بصح وغادي يحضر؟ كنظنش بلي شي واحد غادي يحضر ولا شي واحد غادي يحط الفلوس عاوتاني باش يتنصب عليه مره اخرى. ما عرفتوش دعاوها العائله، ولكن ما كنظنش حيت صعيب شويه داكشي علاش الناس كيستهدفوا شي مرات العائله نتاعهم، حيت كيعرفوا بلي ما غاديش يدايوهم، ما غاديش يحطوا بهم شكايه والو، غادي صافي يحاولوا يحلوا الامور سلميا. داكشي علاش يمكن فكرت في العائله ديالها. ما عندكم ما ديروا الصراحه من الغير، يا اما دايوها وكنظن ما دايتوهاش حيت قلتلهم هذه ماشي اسوء حاجه دارتها لينا، يعني راه سمحتوا لها من بعد، ولا واش ردات الفلوس؟ ما كنظنش انها تكون ردات الفلوس، او لا اعتبروه تجمع عائلي فين درتو حفله جمعتو كاملين الاقارب اللي ساكن على برا اللي ساكن في المغرب جمعتو كاملين بعدا الماكله واجده الفلوس تخسروا ايوا بعدا تجمعوا وكلوا نشطوا. اش غادي ديروا؟ انا بلاصتكم الصراحه كنت من تما غادي نمشي ديريكت للبوليس. ما عرفتش غادي ندي منها شي حاجه، ولكن على الاقل حيت هاد القضيه منتهى الحقاره انك تاخذ الخير اللي كيديروه، المزيان اللي كيديروه معاك الناس الاقارب ديالك وتنصب عليهم في واحد السكام هكا، راه حاجه خايبه بزاف. وهاد العائله غادي تحتاجهم، ماشي واحد المره صافي غادي يمشيو في حالتهم. العائله دائما الواحد كيوقف عليهم، ما كيعرفش فوقاش وما كيعرفش كيفاش، ولكن واحد الوقت
ضروري واحد غادي يوقف عند عائلته، وكي غيديروا يثقوا فيها، كيديروا يعاونوها في المستقبل فاش دير الاولاد، فاش تزوج دير الاولاد وتكون عندها مسؤوليه، كيديروا يثقوا فيها. الى واحد الوقت جاو يفرحوا بها وهي تنصب عليهم، شنو غادي يتوقعوا منها في المواقف الأسوأ؟ واش انا برايدزيلا حيت رفضت صاحبتي تخطب في عرسي في شهر 4، تخطبنا العام اللي فات، ولكن في شهر 1 جاني الخبر الصادم، بابا مريض بزاف وما عطاه الطبيب غير 5 شهور باش يبقى معنا. انا اصلا ما كنتش باغي عرس كبير وما كنحملش نكون من حوال الانتباه، ولكن الاب ديالي بغى حفله كبيره وانا بغيت ندير لي خاطرو في كل شيء. صاحبتي الروح بالروح 26 عام، هادي 14 عام وحنا صحاب. هي العكس ديالي تماما، كتموت على لفت الانتباه. ماما وبابا عمرهم حملوها ولكن تقبلوها على قبلي حيت عارفين كنبغيها. السيمانه هذه تلاقينا وحنا كنهضروا وهي تقول لي بواحد الفرحه كنظن بلي بلال واحد السيد اللي كتهضر معاه غادي يطلب يدها للزواج في العرس ديالي، وبقات كتهضر على ان القاعه واعره وبلاصه زوينه باش يتخطبوا. في الطريق وحنا راجعين خطيبي كان جاي يوصلني، قلت له بلي ما بغيتش هذا الشيء وقع، حنا ديجا كنحتفلوا بالعرس وبابا الله يشافيه، وما بغيت حتى حاجه تسرق لينا هاد اللحظه. صيفط لصاحبتي كنحاول نشرح ليها بهدوء وهي تجاوبني، الا غتولي برايدزيلا انا ما بغيتش نكون جزء من هاد العرس ديال الزربه، الا كنتي ما كتحمليش تشوفي الناس اخرين كياخذوا شويه ديال الاهتمام، راكي انسانه مثيره للشفقه وخاصك تعالجي راسك. برايدزيلا حيتاش بغيتي واحد النهار ليك، هذه حاجه عاديه انه اي عروسه كتبغي النهار ديال العرس نتاعها يدور عليها، ماشي شي حاجه اللي خارجه على العاده، حيت النهار ديال عرسها واحد النهار اللي كيكون مره في العمر. علاش ما تبغيش راسها تكون محور الاهتمام والانتباه والناس كاملين يدوروا بها ويفرحوا بها؟ علاش تدخلي راسك؟ القضيه ديال الناس كيتخطبوا في العرس نتاع شي حد اخر اولا بروبوزل كيكون في العرس نتاع شي حد اخر، كلها وكيفاش. كاين اللي عنده عادي، انا شخصيا كنشوفها حاجه عاديه، ما كنسوقش. شفت دي فيديو هكا كيجوني حاجه نورمال، ولكن هذه انا شي واحد اخر ما غاديش يعجبو الحال، غادي يعجبو يكون النهار نتاعو بوحدو، وهذه حاجه عاديه عاوتاني نحترموها. الا واحد بغى مرحبا، ما بغاش عاوتاني مرحبا. كنلقى انه داك اللي باغي يخطبك خطيبك ولا اللي غادي توليو مخطوبين غيسولها اولا غيسول العريس يقول واش معليش الا ها شنو تقول له لا قال مزيان، قال لا مزيان، ماشي لا خاصك تشاركي الاهتمام حيتاش انا صاحبتك، اولا خاص علاش تكوني انت محور الاهتمام. النهار ديالها اكيد غادي تكون هي محور الاهتمام وانتباه، الا ما كانتش هاد النهار بقاش غادي تكون. جاوبتها بميساج، سمحي لي الا بان لك هادشي تصلت، حاولت نكون متساهله معاك في كل شيء، خلصت لك الكسوه الصباط المكياج وحتى والديك رحبنا بهم. مخلصه لها هادشي كامل وعاد فيها الهضره وكتقول بلي انت باغيه تكوني محور انت. الله يعطينا كمارتك يا هاد البنت. انت عارفه انا ما كيهمنيش نبان، ولكن هذا النهار ديال عائلتي وديال بابا، الا كنتي محتاجه الاهتمام لهاد الدرجه من الاحسن ما تحضريش. وراه المشكل حاجه نهار حساس، ماشي ليك وصافي، وانما واحد النهار اللي غادي تجمع فيه العائله كاملين باش يحتفلوا بك وبالاب ديالك الله يشافيه ان شاء الله. ما فهمتش كيفاش قال لها المخيخ ديالها لا ندخل راسي حتى انا نكون في السونتر ديال الاتنشن داك النهار، حتى انا نبان، حتى انا نتخطب وندير. وما راهش اصلا متاكده واش مادام ما هضرش معاكم داك السيد شكون هذا اللي كيتخطب في النهار نتاع شي حد بلا ما يشاوروا. ما راهاش متاكده واش غادي يطلب يدها ولا لا، ولا غير كترون وصافي. وراها جاوبتني هي وقالت لي اصلا باباك ما غيكونش هنا باش يتسوق لهذا الشيء كاع، هذه ماشي صاحبتك، غادي تقطعي العلاقه معاها باش نحطوا النقط على الحروف. ما كاينش الصلح، ما كاينش نتفاهموا، ما كاينش هذا المستوى الدنيء اللي وصلت له انها كتعاير واحد بالمرض ديالو اولا كتحط الملح على الجرح. هذا مستوى ما كيوصل له حتى الشيطان. فين عاد بنادم، فين عاد صاحبتك انت 14 عام، غير حيتاش كتعرفيها 14 عام ما كاينش تخليها تمسح فيك الرجلين هكا، وخاصك ضروري 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 تحيديها من حياتك، والا راه غادي تخرج لك على حياتك، حيت هاد النوع كيدير فيها صاحبتك ولكن راها كتحفل لك من التحت لتحت. ديريها نصيحه مني كاختك، حيديها من حياتك وما تعاوديش تهضري معها مره اخرى. تحديد قررت نحيد هاد السيده من حياتي، ماشي غير من العرس، انسانه مسمومه ديما كانت كتستغنى حيت عارفاني ما عنديش مع تكوين صداقات وكنصبر على الدق. راجلي ديما كان كيكرهها، من نهار شافها غنصيفط ليها ميساج ونبلوكيها سالينا. فاش شي واحد، هذه حاجه نتفاهموا عليها،
فاش كتكون عندك شي صاحبتك، حيتاش بزاف كنشوفوا هاد السيناريو مرة ما جوج، كتكون عندك شي صاحبتك ولا والديك كيقولوا لك ما عندناش معاها، وراجلك كيقول لك ما عنديش معاها، وشي واحد اخر شي اختك ولا بنت خالتك ولا قريبه كيقول لك ما عنديش معاها، اذا راه بنادم خايبه، اذا راه كدير شي حاجه اللي الناس الاخرين كيشوفوها انت ما كتشوفيهاش حيت كتكون عزيزه عليك اولا كتكون بيناتكم مده العلاقه نتاعكم الصداقه ديالكم كتكون طويله. علاش الاراء نتاع شي جانب اللي محايد كتنفع فهاد السيناريو كتنفع. السيده راه كتستغلك، السيده استغلتك ماديا حيت خلصتي لها الاوتفيت نتاعها كامل باش غادي تحضر لعرسك، ومن الفوق بغاتك تشاركيه معاها، علما انه كون كان النهار نتاعك بوحدك، كون كانت الظروف رحيمه بك شويه والاب ديالك كان بصحيحته ان شاء الله غادي ترجع له، كنتي غالبا غتقولي لها واحد تحشمي منها، ولكن لهاد الظروف الاخرى اللي قاسيه عليك وعلى الاب نتاعك اكيد، والنهار اللي قلتي لها لا وليتي انت اللي خايبه. هادشي اللي كيديروه الناس النرجسيين، كيبقاو كيطلبوا منك كتقول لهم نهار تقول لا تولي انت اللي خايب. كيفاش ما نعرف، ما تضيعش معها لا الانرجي ديالك، لا تحاولي تشرحي لها حيتاش فراسهم طوبه، كتقولي لها راه غلطتي في ا بي سي، كتقول لك لا لا فوت نتاعك، انت اللي وصلتيني هكا، انت اللي درتي لي هكا. يعني من الاحسن السلام الداخلي نتاعك خليه، بلوكيها، قطعها معها، سالينا. التحديث الثاني، ما كان غيخطبها ما والو، كان غيسمح فيها. شكرا لكاع الناس اللي خلاو تعاليق وشجعوني وعطوني نصائح، وكيف ما كنتو كتوقعوا كاملين عندي لكم تحديث جديد وشي حاجه اللي ما كانش على البال. طلع السيد اصلا كان ناوي يتفرق معاها ماشي يخطبها. كنتسأل علاش، كنت بنادم ظريفه علاش غيتفرق معاها، وراه خطيبي تصاور ديال السكرينات اللي صيفطات ليا، والسيد طلع ليه الدم وجعلت فيه العافيه، بقى كيشوف ما متيقش وقال انا اصلا كنت باغي نتفرق معاها، ولكن كنت كنتسنى حتى يدوز العرس ديالكم باش ما نخسرش لكم الفرحه ديال العرس. بقاو كيهضروا هو وخطيبي، كان عندهم بزاف ما يتعاودوا ولقاو راسهم فاهمين، في ظروف اخرى كانوا غيكونوا صحاب. موراها خطيبي وصلوا لدارو ورجع في حاله. موراها صونا الخطيبي وقال له بلاه صافي راه تفارقوا. هي حاولت تنكر الميساجات ولكن نسات ما مسحاتهم من تليفونها، وهو شاف كل شيء بعينيه. قال لها بلي ولا كيعيفها وما بقاش كيحمل يشوف وجهها، خصوصا انها كانت قبيحه حتى مع ماماه اللي كانت حتى هي مريضه. كانت تعجب شي مره لشي ناس اللي كيجيب لهم الله بالله هما محور الكون، وبالله الناس خاص كاملين يقادوا حياتهم باش يتادابطاو معاهم هما. بابا فرح لي بزاف فاش عاودت له، بقى فيه الحال حيت خسرت صاحبتي الوحيده، ولكن فرح بلي تهنيت من داك السم. بلا الباقي معروض للعرس يا اما بوحدو ولا مع شي صديق ديالو كيستحق يرتاح ويخرج من داك الجو، وغادي يعاود كلشي الوالدين ديال ديك اختنا هما ناس مدينين بزاف وصعاب وما غيسكتوش ليها على هاد قله الادب والتنمر اللي دارت. كنتمنى يوقفوها عند الحد نتاعها، وكنتمنى انه داك السيد يلقى شي بنت الناس اللي تكون حسن. كنتمنى لك انتي السعاده، ولو في ديال انك كتلقاي صعوبه ديري الصحابات ما كيعنيش انه شي حد اخر عنده الحق يستغلك ويعاملك معامله خايبه. وهادو كانوا القصص هذا النهار، ما تنساوش تقولوا لي كي جاوكم، واش عجبوكم ولا لا، والاراء ديالكم في هاد الناس، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه.